بص يا صديقي وخليك معايا الاخر، صدقني هتستفيد. لو الصوره اللي الناس شايفينك بيها مش بتخدمك انت شخصيا، ما تستناش حد يغيرها لك. انت اللي لازم تعيد تشكيل نفسك من اول وجديد وتركب الدور اللي يناسبك. قانون 25 من الكتاب ده 48 لو باور بيعرض فكره معينه، الا وهي انك مش مضطر تفضل في الصوره اللي اتفرضت عليك، وان اقوى شكل من اشكال السيطره هو انك تكون انت المصمم لهويتك، مش مجرد نتيجه لكل اللي بيحصل حواليك. ناس كتير بتعيش حسب توقعات غيرهم، حسب بيئه نشأوا فيها، وظيفه بدأوا بيها حياتهم، او لقب بيتقال عليهم. بس القانون ده بيقول لك انك تقدر تبني قصه جديده لنفسك وتبدأ من النهارده. انت مش مجرد اسم ولا منصب ثابت، انت مشروع دائم التطوير، واللي بيملك زمام شكله، صوته، حضوره، افكاره، بيقدر يتحكم في صورته وبالتالي في تأثيره في نفسه وفي اللي حواليه. والدين نفسه بيشجع على التزكية المستمرة للنفس. ربنا بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير مش ضعف، ده وعي وقوة وقرار انك تطور نفسك لما هو اصلح ليك. الكتاب ما بيقولكش تغير علشان تبهر الناس، هو بيشرح ان اعادة خلق الذات اداة بتمنحك حرية انك ما تتحبسش في نسخة قديمة منك، وانك تكون دايما في تطوير يخدم اهدافك انت، مش يخدم نظرة الناس ليك. فلو حسيت انك جاهز تكتب نسخة جديدة من نفسك، تابع القانون الجاي لانه في حاجات جدا مفيدة ليك. سلام.